الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توتة أنت تاكلين لحالك؟ من ضربك توتة؟ ماما ضربتك؟ أنت سكنت في بيت جديد؟ ها؟ يلا عندي غرفة لحالي. عندك غرفة لحالك؟ الحب نعمة بس للي يحبون في الله بإخلاص وضمير وتفاني، وأهل المصالح حبهم مدري شلون، يحب شخص وبكره يحب ثاني، واللي يعز النفس لا يمكن يهون حتى لو يقولون عنه أناني، وأنا عزيز النفس مهما تقولون أكيد بنسى واحد قد نساني. ما شاء الله على اللي يذاكرون، ما شاء الله يا عقوبة. يلا اشوفكم على خير، شد حيلكم. الله بالخير. اليوم أنا في ضيافة ناس لهم فضل على منطقتنا، الحوية خاصة والطائف عامة. يعني مثال للتاجر اللي استثمر أمواله وتجارته كلها في خدمة منطقته ومسقط راسه. في تجار ما يستخدمها في مسقط راسه، تلقاه يتاجر في أماكن ثانية. في ضيافة الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة اللي ورث الطيب لعياله، الشيخ شباب القثامي، وبالأخص الأستاذ عبد المحسن ابن شباب القثامي. إن شاء الله متوجه لهم أنا وأبوي. أرحب يا أبوه. الله يحييك، هلا وسهلا. البقى يا طويل العمر. أرحب يا أبو سهل. البقى يا ابو ربيع. يلا حيه. يا مرحبا. انت معزوم عند الشباب؟ اي يا ابوي. ونعم بهاك الرجال. ما عليك زود. ولسه نازل عاد اليوم، فتفضل يا غازي وتفضل ابو غازي. زاد فضلكم. احنا نشكرك يا ابو عقاب، انت ابن الجميع انك انشات النشأة الصالح، حدث نشأة طيب. عشان الله سبحانه. عليكم زود. ان شاء الله. الله يحييك. تسلم. الله يكثر خيركم. تعال ابو غازي. ما شاء الله تبارك الله. تستاهل يا غازي. تستاهل يا غازي. يا مال الجنة بيض الله وجهك. عز الله ان العود عقب له اشبال. الله يرحم ان شاء الله. يجعلك بالبركه ويرزقنا وياكم العلم الطيب في الدنيا وفي الاخره، والله يزيدكم من فضله ويكرمنا وياكم، ويكرمنا وياكم في الدنيا وفي الاخره، ويكرمنا بالجنه جميعا. بارك لك طال عمرك يوم انكم تقصصونها وتعطون كل واحد قسم. احنا والله ما نبي مساعدين. البركه وانتم الله كيف؟ سبحانه نبلوها. نبلوها احنا بنبدا. لا يا ابوي لا خذ راحتك. انا ساعد ابوك. عنده اجل بس. لا امر. بسم الله. ما شاء الله. يلا تعال اعطنا الصحن. يلا قطعهم احنا انا اساعدك. انت قطعها واحنا نسدك ان شاء الله. خدمه ذاتيه. نعم. حسبي الله. نستريحون نستريح. بس كم قطعه كذا كملون. انا اعطوني غازي باك الجديد حق الشركه ما شاء الله، ولسه اليوم مدشنين. ما شاء الله، ربنا يجعلك بالبركه ويرزقنا وياكم العلم الطيب في الدنيا وفي الاخره، والله يزيدكم من فضله ويكرمنا وياكم، ويكرمنا وياكم في الدنيا وفي الاخره، ويكرمنا بالجنه جميعا. طول عمرك ويحييك. يبارك لكم في الشركة يا ابو شباب. يحييك. الشركه تباركت بوجودك يا غازي. يا مال الجنة. وانت اخ وابن عم ونجم نفتخر فيه يا اهل الطائف، نفتخر فيه كلنا يا قبيله عتيبه. عليك زود. مثل شباب قبيله عتيبه خير تمثيل. يا مال بيض الجنة. الله وجهك، والله اني احييك انت ووالدك واخوانك. تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الله يحييك الله يبقيك وإخوانك كل من حضر. جولة تعريفية في الشركة. شركة المشاهير مو هو بس إنها مجال تصوير أو إنشاء، عندنا مقر برضه تعليمي للدورات التعليمية في مجال الإعلام أو في المقامات أو في التصوير. الخاص بالمنشدين. منشدين وغير المنشدين، يعني حتى المصورين، حتى اللي يبغون دورات في الإعلام أو طريقة إدارة الحوار بين ضيوفهم.
يكون المقر هذا مهيأ وجاهز لهم عشان الدورة. عندنا اللي هو نستخدم البروجيكتور هنا إذا عندنا عرض أو شيء عليه. هذا وحدة المونتاج. أي مواد فيلمية نكون صورناها وانتهينا من تصويرها نجيبها ننزلها هنا بدون فريق التصوير عفوا المونتاج يشتغلون على كامل. تفضل يا ابو شباب. هذا القسم خاص ايش؟ هذا الاستقبال وفي بعض الاعمال اللي بدون التنفيذات العرض اللي لكم. هذا وقت العرض طبعا هذه الوحده اللي اساس الان نقلناه تحت على اساس انه يكون فريق من ما شاء الله. الله يزيد. بنعرض لكم بعض الأعمال اللي تم تسجيلها في شركة المشاهير. شركة المشاهير الإعلامية شركة رائدة في الإنتاج المرئي والمسموع. عمرها الزمني لا يقارن بمنجزاتها الإعلامية في الطائف، ومن ضمن ما قدمت برنامج عيش السعودية ما شاء الله. الله يبارك لك. الدرجة الأولى التغطية الإعلامية لمركز الضبط الأمني بالبهيتة، تغطية مبادرة شباب الطائف للمصطافين، تغطية مهرجان الورد الطائفي، المشاركة في مسابقة جنودنا البواسل في عيون الشرق، أعمال مشتركة مع قناة العربية. يقول المهتمون في صناعة الشعلات في السعودية وهو فن يقوم فيه. طبعا هذا الاستوديو الخاص لتسجيل الأعمال الفنية والشيلات. شوفوا مين المهندس الفني؟ أسامة اللي سجل عمل جلطة. لك الأنان. السلام عليكم. كيف حالك؟ نورتنا والله النهارده. الله ينور ايامك. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك لك. أسامة حبيبي احنا عندنا في المشاهير الحمد لله جبنا أحدث أجهزة موجودة وتقنيات جديدة موجودة من حيث الجودة والكفاءة، ويطلع الصوت الكواليتي والخامة بتاعة المنشد دايما الحمد لله يعني في أحسن جودة. يعني جبنا ال HD كارت الصوت ال HDX ما شاء الله. ده يعتبر أحدث إصدار في ال HD، ويمكن أغلى كارت موجود في كروت الصوت اللي موجودة في السوق. حتى ده بنسجل بيه الأغاني في مصر وبنسجل بيه في لبنان وحتى في لندن وفي أمريكا. ال HD Pro X ده يعتبر هو احدث كارت صوت موجود في العالم يعني كله. ما شاء الله. وهو نادرا انك تشوفه في الاستوديوهات. انا ما بتكلم الا على الشيء اللي شفته صراحه، شغل جبار جدا. يعني يكفيهم فخر من العربيه جت وسوت لقاء في هذا الاستوديو. معدات فخمه من اخر طراز، جوده عاليه. انا انصح اي شخص عنده ايفنت او كرنفال او اجتماع او حفل او اي شيء كان يحتاج تصوير ومونتاج وشغل فني من طراز عالي لا يفوت الشركه دي، شركه المشاهير. والله يطول في عمر عيال شباب. الله يحفظك. شرف انك غازي الوالد والاخوان. كان بتنور بزيارات الامراء وزيارات يعني غازي يعد من الشخصيات اللي رموز الوطن اللي زاروا الشيء. صوت غازي لازم على طول. الناس ما تكلم الناس في مكان شافي هناك فوق بعدين. الرجال مكانه في القلب. زيارات سابقه من شخصيات مهمه جدا، من ضمنهم صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الامير بدر بن عبد المحسن، وصاحب السمو الامير خالد بن منصور بن جنوي، ونعم فيهم جميعا، وايضا جميع. الامير عبد المجيد بن سعود، وايضا الفنان عابد البلادي، ونعم فيهم جميعا. ايضا
هناك معالي محافظ الطائف، ايضا الامير سلمان بن محمد، ايضا المحرج مدير الامن العام سابقا. ونعم فيهم كلهم. مساكم الله بالخير من اسناب الشخص الجميل ابن عمنا سلطان بن دويحان، الله يبيض وجهه على حسن الاستقبال وحسن الكلام الجميل اللي قدمه لنا، وان شاء الله ان نكون قد الهجوه. ما قلت الا الصحيح يا ابو ربيع، وانت احد نجوم الطائف ونجوم الوطن اللي نفتخر فيه ومشرف في جميع الميادين. من بعدكم. اهلا وسهلا فيك انت والوالد والصحب الكريم. يا مساكم الله بالخير. والله يا البارح يا جاء علي ليل النكشر اعوذ بالله، بس انا مسكت الفراش والحمى، تعرفون الحمى اللي تكسر العظام؟ الحرامي اعطتني لين نستني اسم امي، قلت يا العنزه خاله ادور احد يوديني، ما اشوف اصلا، ما اشوف الطريق. كل اخواني اللي عندهم دوام واللي نايم بدري الا ابوي قاعد يتسنن، قلت تكفى يا ابوي ودني، ويوديني ما طلعنا الا الساعه 7، ورجعت هنا بريتين مدري 3، والحمد لله الحين احس اني طيب. يا زين العافيه يا جماعه. في تاجر اسمه ابو محمد اسمع القصه دي، قصه واقعيه. الله منعم عليه والله، مكرمه من واسع فضله، ومتزوج حرمه واحده وعنده 3-4 عيال، لكن الرجال متمسك شوي. تعرفون اللي يقول جويد عند الفلوس، يعني الرجال شوي قابض يده، ومعروف عند الحاره كلها انه العمده، وكل يسلم عليه بعد الصلاه. انت عاده انتم تعرفون ربعنا، وانتم تعرفون لا لقوا لهم واحد تاجر خلاص يفرشوا له الورد، يفرشوا ايش فيني يا جماعه الخير، يفرشوا له الارض ورد، وهلا ورحب يا ابو فلان ورحب ابو فلان، لكن الرجال لا يحزم ولا يكرم. في رجال ثاني اسمه عثمان عندهم في الحاره، وفقران ومتشلفت وحالته حاله، بعد مرور 5 سنوات او 6 سنوات تقريبا، الا الرجال يذبح ويصلخ ويطبخ ويروح ويجي ويكرم، وصارت الشيخه والعمده الحاره كلها عنده، والرجال التاجر هذا اللي اسمه ابو محمد كل ما طلع من المسجد الا ما حد يناظر فيه، كلهم عند عثمان ذا. يا ولد وش قصه عثمان ذا؟ ملابس الزاينه وشغل الزاين، قبله خبره فقران متشلفت. وابو محمد اكل مع الموضوع شرب، قال خلني اروح اساله. اول ما جاء سال يا عثمان كيف حالك شلونك طيب؟ يا ولد انت جلس ابو محمد مع نفسه، هلا الرجال قال ملعون الخير ذا، لا بكره يشوف لي حل ولا يتزوج حرمتي بعد ما توفى. والرجال يروح له من بكره غدا اعزم الجماعه كلهم، بعدها عشاء غدا عشاء، اشتري العيال 2 مواتر، انقل ولدها الصغير من مدرسه عايديه حكوميه لمدرسه اهليه غاليه. قال للحرمه وين تبيني سفرت؟ قالت ماليزيا. قال مشينا. والحرمه مستغرب قالت يا فكرتي منك يا ابو محمد، كنت من اول يا دوب تجيب لنا كرتونه خضار من البسطه، الحين تسفرنا وما قصرت علينا وغنيتنا. قال انا قابلت لي رجال الله لا يوفق الا دنيا ولا اخره. ثم فصع قلبي. قالوا وش قال؟ قالت وش قال لك؟ قال يقول انا ادور التاجر لين توفى ثم تزوجت حرمته، فخليني اقضي على الدراهم والرزق اللي عندي قبل الله لا يقضي علي. عودة يلا تتكلم انجليزي؟ نسيت؟ ضيعت الانجليزي الحين. عطنا اي شيء تعرف. هاي واتس يور نيم؟ بس ايه والله ما اعرف. عقوبة تعرف انجليزي؟ ايوه. وش يلا قل. هبل. ايوه. هاي يا الطومة. بنانا، كرة، بول، بيسبول. وش ذا؟ تنس. وش اسمه؟ تنس. تكلم انجليزي. ما اعرف. تكلم انجليزي. هاي. I know. ايوه كيف تكلمون مصارعين؟ ايوه. هذا انجليزي. I love to speak. بتقول تتكلم انجليزي انت؟ لا. اي هذا اللي عاقل. شوفوا لا قال انجليزي ولا شيء. ما يهايط علي زيك. ها؟ I love to speak English. كويس. ها كيف عقوبة تتكلم طومة كيف تتكلم انت انجليزي؟ صحكم يا جماعة اي شخص طفران في الحياة ولا شيء يسوي نفس طريقة عثمان. يمكن الله يرزقه من بنت حلال تغنيه عن الدنيا وما فيها، ما تدرون. ترى الحرمة لا حبتك وهي شبعانة، عز الله عينت خير. يا أصدقائي اليوم نون منصة محلية، يوم عن يوم قاعدة تكبر، خصوصا أنها تدعم السعوديين اللي حابين يشتغلون مثلا في توصيل الطلبات، وكل الطلبات توصل عن طريق
جوالك وفي أي مكان وفي أي زمان. هيئة الاستثمارات العامة السعودية مستثمرة فيها، نعرف أنهم يوفرون عن طريق موقعهم الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، الهدايا، أدوات مدرسية خصوصا هالفترة، يعني كل شيء ممكن يطري على بالك تحصله في الموقع، ومع ذلك ضمان أقل الأسعار. تعالوا خلونا نشوف التطبيق. قبل لا ندخل دائما أنسى هذه سبحان الله، أقول هيا نروح للتطبيق بعدين أفكر أقول أحط الكود بعدين نروح للتطبيق، دائما أنساها وأعجز لا أكتب من جديد وأعيد التسجيل. عموما قبل لا ندخل التطبيق خلوني بوريكم خصمي اللي هو يستخدم على كل الأشياء حتى الأشياء المخفضة، يعني خصم فوق الخصم. اب ستور للايفون والاندرويد للجالكسي. طبعا زي ما تشوفون عندهم تخفيضات توصل حتى 80%، تخفيضات اكسترا، الاسعار مختلفة مع اكسترا، افضل المختارات من الجوالات، عروض ميجا 24 ساعة، سماعات ابل، عروض رهيبة من اكسترا، الموبايلات والإلكترونيات. طبعا عندهم مستحضرات التجميل بأنواعها، خصم حتى 70% على العطور الأكثر طلبا، الإلكترونيات، اللابتوبات، ألعاب الفيديو، التلفزيونات. عموما أنا باخذكم على الشيء المهم الفترة دي، خصوصا بما أن بادين ترم جديد وسنة جديدة، والله يوفق الجميع، اللي هي الأدوات المدرسية أو المستلزمات المدرسية. لا تفوتكم. نكتب في عروض العودة إلى المدارس، وهي العروض الأقوى الفترة دي. مثلا هنا قلم طباعة 3 الأبعاد مزود بشاشة عرض، آلة حاسبة علمية بشاشة عرض، كتابة عربية جميل جدا 91 ريال تقريبا الآن، وإذا استخدمت كود الخصم راح يخصم عليك. ساعة يد، شاشة عرض على الزجاج الأمامي. طبعا عندهم البروجيكتور للمعلمين اللي يحبون يشرحون لطلابهم، عندهم شاشات عرض والساعات بأنواعها. إيش عد وش أخلي بس، فلاش ميموري، حق المختبرات ذا العلمية. وينكم يا معلمين الأحياء. أشياء كثيرة جدا جدا. لا تفوتكم عروض المدارس. بحط لكم كود الخصم بعد عشان يخصم لكم خصم إضافي. الحاسبة دي ب91 ريال، اكتب كود الخصم طبعا بالإنجليزي أو بالعربي غازي. المجموع بقيمة التوصيل 103 يطلع عليك، بس إذا استخدمت كود الخصم شوف كم يطلع علي، راح يطلع علي ب94 ريال، نفس القيمة تقريبا، كأني ما دفعت قيمة التوصيل. اليوم مو باليوم يعني اقصد الليلة معزوم عند صاحب كافي برلنت، اللي للأمانة انه من اجمل الكافيهات في الطائف في الغربية. قبل سويت له اعلان ما شاء الله، الله يبارك له ويزيده. فصاحب سبحان الله، صاحب الانسان اللي تسوي فيه معروف ما ينسى. اول ما جيت الطائف اتصل علي، قلت والله اني معزوم عند ابوي مسوي لي عشاء. قال بكره. قلت والله اني معزوم عند الاستاذ عبد المحسن بن شباب. قال بعد بكره. واليوم جيته. سبحان الله، لما يقولون معرفة الرجال تجارة. حولي العقل يا جماعة، وش فيني صرت ما عاد اعرف اضبط شخصيتي. ما شاء الله تبارك الله، كذا ولد من. ابشركم ضبطت، بس هي في التصوير في التصوير ما تضبط، بس الحالي كذا تزبط. سبحان الله. لا تحسبون معي احد، والله ما معي احد، عشان ما تقوم مضبط لك شماغك ولا شيء. يقول الشاعر الجميل والكبير سعد علوش: عزت علي نفسي ونفسي عزيزة، ما هي بترضى موقف الذل والهون، الله جعل فيها الكرامة غريزة، يكون في راس الهرم ولا ما يكون. طبعا اللي بيسمع الابيات بيقول هذا فيه من شافة النفس ومن التفاخر بنفسه، وهو في الأخير يعتز بذاته ويحق لي يعتز بذاته. بس يا جماعة لو نظرنا من زاوية ثانية، الرجال قاعد يرسل رسالة للمجتمع، يقول لا خل نفسك بصمة، لا تصير زيك زي أي إنسان آخر، اصنع من نفسك سواء نجم، عالم، أيا كان، شخص يتمنون الناس يقابلونك، يحفظون كتبك، قصايدك، يستفيدون منك، يشوفون إنجازك شيء عظيم يتمنون يصير لهم. ترى في الأخير سواء علماء، مشاهير، لاعبين، أي شخص ناجح في هذه الحياة، ترى ما زاد لا بلسان ولا برجل ولا بيد ولا شيء، بس إنه اشتغل على نفسه. طبعا اشتغل على نفسه دي يا كثر ما يقولونها لي ناس، أقول يا أخي هذه ما لقيت لها تفسير حتى في جوجل. لكن اللي عنده عزيمة وإصرار ترى بيلقى له بصمة في المجتمع بعد توفيق الله عز وجل. والله بالخير جميعا، بالتوفيق للأخضر السعودي في أول انطلاقة له في بطولة الأمم الآسيوية. طبعا في كلام ما قلته أنا ولا قاله أي شخص، تاريخ يقوله،
والتاريخ دائما لا يكذب. الأخضر في أي مشاركة له، إذا تلقى الشارع السعودي والشارع الرياضي بالخصوص ما حط له برامج وتضخيم وعول عليه كثير، زي ما حصل في كأس العالم الأخير، تلقى الأخضر يبدع ويتألق، زي ما حصل في 2007 في الأمم الآسيوية. فأنا أتوقع المرة ذي أن المنتخب راح يكون له بصمة وكلمة في هذه البطولة بإذن واحد أحد، خصوصا أن الأسماء شابة ومغمورة بعض الأسماء. توفيق للأخضر. كيف أشبك الموضوع ذا موضوع اللي المنتخب السعودي أول؟ يا جماعة اللي بيركب أسنان جميلة زي سالم الدوسري، هاي شو لقيتها؟ أتوقع ما لها علاقة. يا جماعة اليوم جايب لكم شيء مفيد لكم، خصوصا لأهل الطائف وأهل الحوية. مجمع زين الطبي، هذا المجمع فيه كل الأجهزة وكل شيء ممكن الإنسان يحتاجه، سواء من التجميل، من العلاجات، الأسنان، ما شابه ذلك. بوضحها لكم كلها إن شاء الله. لكن عندهم فرعين، واحد في الحلقة، واحد في الحوية بالطائف، أمام كبري الأمير محمد بحي الفيصلية، أمام حديقة الفيصلية. هذا هو مجمع زين. قبل لا نروح ارفعوا الشاشة فوق. هذه مواعيد الدوام الرسمية من الساعة 8 صباحا حتى 12 ليلا. هذا هو المجمع. دورين، الدور الأول هذا طب عام طوارئ للنساء وللرجال. اختبر ونشوف ايش فيه. السلام عليكم. السلام. حدثنا عن المختبر يا دكتور. الآن في اسم المختبر، هنا اسم السحب، منطقة مفصولة عن النساء. عندهم خصوصية كاملة. طيب. هنا المختبر، جهاز الكيمياء، طلع جميع هذا الجهاز صح؟ اي نعم، طلع جميع جهاز تحاليل الكيمياء. هذا جهاز السي بي سي، صورة الدم. هذا جهاز الهرمونات. خلال 3 ساعات النتائج الهرمونات تكون خلصانة إن شاء الله. خلال 3 ساعات. اي نعم. يعطيك هرمون الحليب. يعطيك العافية دكتور. خلونا نشوف الدور الثاني ايش فيه. ما شاء الله للأمان المجمع متكامل بشكل جميل. الدور الثاني زي ما تشوفون فيه 5 حاجات أو 5 أقسام وعيادات: عيادة الأسنان، وعيادة الجلدية والتجميل، وعيادة النساء والولادة، وعيادة الأطفال، وقسم الأشعة. ما شاء الله تبارك الله. قسم الأشعة هنا أشعة الأسنان في هذا، والجهاز اللي خلفه برضه أشعة أسنان يختص للتطبيق. هذه أشعة الإكسراي يختص لأعضاء الجسم تقريبا. طيب هذا الجهاز الثاني ذاك؟ أشعة برضه الإكسراي اللي تابع للإكسراي يختص لأشعة الجسم برضه، للصدر، للعمود الفقري، لأعضاء الجسم. معانا الدكتورة منى، أخصائية النساء والولادة بمجمع زين الطبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في مجمع زين الطبي متابعة الحمل بأحدث أجهزة السونار، وعمل التحاليل والفحص المختبري بأسعار وعروض مناسبة للحصول على حمل آمن وطفل سليم بأمر الله تعالى. مفاجأة جميلة جدا، في عروض قريبة جدا على الولادات الطبيعية والقيصرية إن شاء الله بإذن الله. أنا الدكتورة أسماء، المسؤولة عن الجهاز ده اللي مختص في إزالة الشعر. مساء الخير. دلوقتي هكلمكم عن جهاز دويتو ليزر لإزالة الشعر. من مميزات الدويتو ان هو بيكون مفيش معاه اي قلم خاص، لان التبريد بتاع الجهاز قوي جدا. تاني حاجه ان هو بيكون مناسب جدا لانواع كل انواع البشره، فعال مع البشره الفاتحه، وبيكون امن جدا مع البشره الغامقه. شكرا دكتور. هذا انت ولد عمي؟ ايوه سلمت لي. الله يسلمك ان شاء الله. اشوفك تناظر في الصوره كانك تتعرف على الناس. كاني الديابي ولد عمنا وبيسيق حمل حقه في شاء الله. تسلم. يا جماعة طبعا في شيء ما قلت لكم أخير. أي شخص بيجي من طرف غازي بيقول أنا من طرف غازي، بس يقول اسمي غازي، سواء في فرع الحلقة أو في الفرع الموجود في الحوية، وراح يكون له خصم على الخصومات اللي توصل 50%، خصم 10%، يعني فوق الخصومات كلها يا بلاش. ثاني شيء كلمة حق تقال. والله يا جماعة على كثر ما سويت إعلانات في مختلف مناطق المملكة، صراحة للأمانة أهل الطائف وأهل الحوية والله انك تجي تسوي عندهم الاعلان ومعطينك حقك كامل مكمل، ومع ذلك يسوون لك تكريم، تلقى قطو، تلقى صورتك، تلقى حفاوة واستقبال. الله يكثر خيرهم ولا يهونون البقيه.